عمرك حسيت انك ماشي صح بس في حاجة غلط؟ بتكسب كل حاجة بس بتخسر اللي حواليك؟ بتحس دايما انك لازم تختار، يا تكسب يا تخسر اللي حواليك، يا تكون قوي يا تكون محبوب، يا تتسمع يا تسمع غيرك. في ناس فاكرة ان النجاح سباق واللي بيوصل الاول هو اللي كسب حتى لو داس على كل اللي حواليه في الطريق. السؤال هنا مش كسبت ولا لا، السؤال الحقيقي كسبت لوحدك ولا كسبت بيهم. تعال اخدك للحظة تاريخية لموقف قلب كل الموازين، مش مجرد خطة حربية، ده درس للحياة كلها. قريش اتحالفت فيه مع قبائل كتير وجايين يحاصروا المدينة. المسلمين كانوا محاصرين، عددهم قليل والخطر جاي من كل ناحية. وسط الرعب ده قام واحد من الصحابة الجدد لسه داخل الإسلام وجاي من بلاد فارس، اسمه سلمان الفارسي. راح قال للنبي صلى الله عليه وسلم: في بلادنا كنا بنحفر خندق حوالين المدينة تحميها من العدو. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش دي مش فارس، ولا قال له مش وقت تجارب. هو سمعه، فهمه، واحترم رأيه، والفكرة دي أنقذت الأمة، وربنا نصر المسلمين من غير أي خسائر تذكر. ازاي تكون قائد حقيقي لو مش قادر تسمع اللي حواليك؟ ازاي تكسب معركتك من غير ما تخسر فريقك؟ وازاي تخلق حاجة عظيمة ما يعرفش حد يعملها لوحده؟ في ناس فاكرة ان النجاح انهم يبقوا الاول حتى لو هيوصلوا للقمة لوحدهم، بس الحقيقة الناس دي هم اول ناس بيقعوا. النهارده مفيش حد بينجح لوحده، الشخص اللي بيعرف يكسب الناس اللي حواليه هو ده اللي بينجح بجد. النجاح اللي بيستنزفك واللي بيبعدك عن الناس مش نجاح، ده فخ انت رايح له برجلك. ممكن تقول لي والله يا هادي انا ماشي كويس، بفكر لوحدي وبشغل دماغي وباخد القرار، مش محتاج اسمع لحد. يا جميل، مفيش قائد عظيم ورا نصر كبير الا وكان حواليه ناس بيفكروا معاه وبيكملوه. صلاح الدين ما حررش القدس لوحده. لما تتعلم تسمع كويس وتفهم وتفكر بطريقة مكسب هتبني علاقات اقوى وهتاخد قرارات اذكى وهتوصل لهدفك اسرع. لا، ومعاك ناس بتسندك مش بتشدك لتحت. صدقني النجاح اللي بيتقسم عمره ما بينتهي. وعلشان كده اسمح لي احكي لك قصة نصر ما كانش هيحصل الا لما قلوب الناس اتجمعت وعقولهم اتفتحت لبعض. المعركة كانت على الابواب وفي وسط التجهيزات حصل خلاف شق الصفوف، خلاف كبير بين القادة، فريق عايز يهاجم وفريق عايز يستنى. الجيش متوتر والعدو بيقرب. صلاح الدين وقتها عمل حاجة غريبة جدا بالنسبة لقائد جيش، جمع كل القادة وسمع رأي كل واحد فيهم حتى اللي مش عاجبه. وكان بينهم قائد اسمه عز الدين من اهل الشام، قال رأي مخالف للكل، قال ما نقطع عنهم المية قبل المعركة. الكل اتفاجئ بس صلاح الدين سكت شوية وفكر، وبعد ما سمع كل القادة قال انت اكتشاف ورأيك هو اللي هناخد بيه. قطعوا المية عن الصليبيين والمعركة اتحسمت قبل ما تبدأ. العدو كان عطشان مرهق ووقع بسرعة. اللي نصرهم في حطين كان روح الفريق، كان صوت الناس اللي اتفهمت، وطبعا قلب القائد اللي سمع قبل ما يتكلم وفهم وشارك النصر. اللي حصل في الخندق وفي معركة حطين ما كانش مجرد حظ، ده كان نتيجة 3 عادات لو اتزرعوا فيه تقدر تبني بيهم أقوى علاقات في حياتك وتعيش نجاح حقيقي من غير ما تخسر حد. فكر بطريقة المكسب المشترك. النجاح الحقيقي هو لما تكسب مع اللي حواليك مش تكسب عليهم. زي صاحب محتوى بيفكر في قيمة حقيقية للمشاهد مش بس في الأرقام والتفاعل. لما سلمان الفارسي اقترح فكرة الخندق والنبي صلى الله عليه وسلم اداله الفرصة، ده كان مكسب للطرفين. سلمان حس انه عضو فعال في مجتمع جديد والمدينة اتأمنت بفكرة عبقرية. العادة الخامسة: اسعى اولا ان تفهم لكي تفهم. اغلب الناس بتسمع عشان ترد مش علشان تفهم، ده سبب المشاكل كلها. اسمع بانصات وافهم مشاعر اللي قدامك، ما تقاطعش، ما تحكمش، ما تجهزش رد وانت بتسمع ابوس ايدك، افهم اللي ورا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم سمع فكرة سلمان كاملة، ما قطعهوش، ما افترضش انه فهم من اول كلمة، استمع وفهم سياق الفكرة وبعدين قرر. في وسط ازمة ضخمة النبي ما استعجلش وفتح ودنه قبل لسانه. ربنا خلق لنا ودنين وبق وبنتكلم اكتر ما بنسمع. الانسان ده غريب غريب. اسمع عميلك، صاحبك، شريكك علشان تفهمه بجد. صدقني هتوصل لقلبه أسرع من أي ترند. العادة الثابتة: التكاتف. 1+1 مش دايما بيساوي 2. لو في تكاتف ممكن يساوي 10 أو حتى 100. كل واحد فينا عنده حاجة بيتميز بيها، بس لو كل واحد اشتغل لوحده عمرنا ما نوصل لحاجة عظيمة.
انما لو كل حد بيساند التاني وبيكمل نقصه، ساعتها يحصل زي اللي حصل في معركة حطين. عز الدين صوته كان مختلف بس سمع، وجه النصر من صوته. وسلمان في الخندق اللي كان غريب عن القوم بس فكرته قلبت المعركة. وحفر الخندق اصلا كان ملحمة جماعية حرفيا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحفر معاهم بنفسه، والصحابة كلهم كانوا على قلب رجل واحد، والافكار والخطط كانت بتتشارك. انصحك تروح تسمع القصة كاملة. فلو كنت بتجري لوحدك وبصيت حواليك ما لقيتش حد معاك، يبقى اللي كسبته مش كتير. النهاردة عايزك تاخد خطوة. ابعت لحد كان بينكم سوء فهم، اسمعه وافهمه واديله مساحة يتكلم. ممكن تلاقي في كلامه المفتاح لطريق كنت تايه فيه لوحدك. وافتكر دايما ان النجاح اللي توصل له لوحدك مش دايم، لكن النجاح اللي توصل له وانت وسط ناس بتحبك ده اللي بيعيش. طب افترضنا انك عملت ده، ازاي بقى تفضل ناجح؟ وازاي تفضل محافظ على طاقتك وسط دوشة الحياة؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية والأخيرة. عادة واحدة لو نسيتها كل اللي فات هينهار.